السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قبل كده حكينا لكم عن ميدان عبد السلام عارف اللي هو ميدان باب اللوق، وبرضه كان من ضمن أسامي ميدان الفلكي. حكينا لكم قصة باب اللوق لكن ما حكينا لكوش الفلكي. هنكلمكم النهارده عن الفلكي. الفلكي هو محمود الفلكي، ده اللي حط تقويم الفلكي لوحده بعد ما درس وقارن بين التقويم القبطي والهجري والميلادي، وقارن بين حركة الشمس اللي هو قايم عليها التقويم القبطي والميلادي، والقمر اللي قايم عليها التقويم الإسلامي. محمود الفلكي اتولد في أيام محمد علي سنة 1815، وبعد كده دخل المدرسة اللي هو عملها محمد علي في اسكندرية سنة 1824. بعديها درس في المهندس خانة وطلع من الأوائل، وتعين أستاذ مساعد للرياضيات فيه لأن هو كان نبغة في الرياضيات. وهو أستاذ مساعد كان من تلامذته علي باشا مبارك. وبعد كده جم نخبة من المدرسين الفلك أو علماء الفلك علشان يدرسوا علم الفلك في المهندس خانة، والتلمذ على أيديهم الفلكي وبقى نبغة. في سنة 1850 الخديوي عباس قرر ان هو يطور المرصد خانة، فراح قال لك ايه، ابعت نخبة من الناس المتفوقة في علم الفلك اللي اتلمذوا على ايدينا الفرنسويين اللي كانوا موجودين يروحوا. منهم محمود الفلكي واسماعيل باشا الفلكي. بالمناسبة اسماعيل باشا الفلكي كان تلميذ لمحمود الفلكي، وحسين أفندي إبراهيم. التلاتة راحوا. الفلكي أظهر نبوغه ودرس في فرنسا ودرس في البندقية ولف في أوروبا وحضر فيهم المؤتمرات، وألف كتابين مهمين جدا. الكتاب الأولاني عن التقويم العربي قبل الإسلام، والكتاب الثاني عن مغناطيسية الأرض، واتنشروا سنة 1856. بعديها الفلكي رجع مصر، فسنة 59 عاد إليه الخديوي إن هو يحط خريطة للوجه البحري والوجه القبلي والإسكندرية، وفعلا أتمهم كما يجب. ده كان الخديوي سعيد. في سنة 1871 اتعين ناظر للمهندس خانة، وبعديها اتعين ناظر للمرصد خانة. وفي سنة 1875 اتعين وكيل للجمعية الجغرافية الخديوية اللي عينه الخديوي اسماعيل وكيل، وكان الجمعية دي رئيسها واحد ألماني اسمه جورج شامفورد، فهو اتعين وكيل ليها. في سنة 1882 ابتدى حياته بقى السياسية. اتعين ناظر يعني وزير لنظارة الأشغال اللي هي وزارة الأشغال في حكومة إسماعيل باشا راغب. الحكومة دي اللي كانت بتضم أحمد باشا عرابي وزير للجهادية اللي هي الحربية الدفاع دلوقتي. ومن أبرز الرسائل اللي عملها الفلكي إن هو أعد رسالة عن عمر الأهرامات والغرض من بنائها. وبالمناسبة الفلكي كان ساكن في المكان اللي هو فيه ميدان الفلكي. وبكده خلصنا حكايتنا عن الفلكي.